كابتن محمود الخطيب قال جمله اول مره اخد بالي منها. قال كابتن سيد كان في موقع التنفيذ وكان بينفذ القرارات باجاده او بشكل او باخر يعني. الان كابتن سيد عبد الحفيظ اصبح في موقع اتخاذ القرار وهو قادر عليه. ما اتخضتش من الجمله؟ هي بتبقى مسؤوليات، بتبقى بنسب. ايوه، يعني كل واحد في حجم عمله بيبقى له مسؤوليه معينه. ممكن تبقى المسؤوليه دلوقتي اكبر شويه، اعلى شويه، لكن انا اشوف ان من قديم الازل هو خط واحد. يعني احنا مش المدينه الفاضله طبعا، عندنا اخفاقات، ولا كل البطولات اللي احنا خسرناها ديت ما هي اخفاقات. ماشي، مظبوط. لكن عندك حاجات ايجابيه كبيره جدا، اهمها هو ان انت شايف الاهلي، مش شايف غير الاهلي. تمام. وعلى مدار التاريخ يعني لو قعدنا نسترسل شويه كده هتلاقي اي مسؤول من قبل سيد، وان شاء الرحمن بعد سيد بكتير، وهو كده يعني ان شاء الله الرحمن هتمشي بالشكل ده. لما يجي لك مرحله اختيار ما بين فرد والفريق مثلا، تختار الفريق. بيختار الفريق. طب ما بين شخصين وفريق، فريق، تختار الفريق. بين 3 والفريق، بتختار الفريق. الراجل ده في 85 سنه 85 انت ما اخترتش 16 لعيب. ايوه، عتاوله في الاسماء، واخترت الفريق. فربنا سبحانه وتعالى يقوم، انا مقتنع بده تماما تماما، ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك في الاختيار الصح اللي ملوش حسابات. ما يبقاش عندك حساب لحد.